تعالى معايا كده نعرف قصة زينب خاتون. هي كانت إحدى جواري محمد بيك الألفي، والألفي بيك أعتقها واتجوزت أمير اسمه الشريف حمزة الخربطلي، وأضيف لاسمها لقب خاتون أي المرأة الشريفة الجليلة. جوزها الأمير اشترى ليها بيت جديد واتسمى البيت باسمها منزل زينب خاتون. ورغم ما يشاع من إن المرأة في العصر المملوكي والعثماني عزلت وراء المشربيات، لكن زينب خاتون أكدت عكس الكلام ده تماماً. في عام 1798 جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر، وبدأ نضال المصريين ضد الاحتلال الأجنبي. زينب خاتون كانت بتخبي الفدائيين والجرحى عندها في البيت وقت ما كان الفرنسيين بيطردوهم، وعثر في بيت زينب خاتون على 27 جثة مدفونة في سرداب تحت الأرض، ويعتقد إنها جثث الجرحى اللي كانت زينب خاتون بتعالجهم وبتخبيهم في بيتها. قصة حياة زينب خاتون بتكشف لينا جزء مهم في حياة هذه السيدة، والبيت نفسه وكل مشتملاته من قاعات وأنماط هندسية يكشف لنا عن سمات العمارة المملوكية وما تحمله من رؤية.